ويا أهلًا وسهلًا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير من كل قلبي، أتمنى تشوفون هذا الفيديو وأنتم بألف صحة وعافية. اليوم راح أسوي معكم بسبوسة بس بدون سميد، بسبوسة فيها صوصات وفيها طعم الطاغي عليها جوز الهند، فنصيحة جربوها. الناس اللي حبت كيكة الحليب ويعجبها طعم الجوز الهند، أنا متأكدة إنه راح يعني يعجبهم طعم هذي الكيكة مرة لذيذة. أي شخص يحب جوز الهند مرة راح يعجبه هذا الطعم. أوريكم الصوصات قديش، شوفوا كيف غرقانة جوز الهند، يعني الطعم الأساسي الواضح في هذي الوصفة. فخلوكم معانا لأنها مرة سهلة ومرة جميلة. بصراحة إني مرة استمتعت وأنا أسويها لكم، واستمتعت وأنا قاعدة أصورها، واستمتعت في المونتاج. فيا رب إنها تعجبكم. اكتبوا لي في الكومنتات إذا جربتوها، وخلونا نسويها مع بعض لأنها مرة سهلة وما يبي لها شي. بصراحة يعني من أسهل الأشياء اللي ممكن أسويها. شايفين كيف الجمال؟ يلا راح نبدأ نسويها. بسم الله، خلونا نبدأ. أول شي في الخلاط أو في أي شي تبون تخلطون فيه الكيك بالعادة استخدموه. عندنا 3 بيضات وملعقة صغيرة من الفانيليا، وعندنا كوب سكر أبيض. راح أخلطهم شوي لين بس شوي يذوب معانا السكر، شوي مو كثير. طبعًا أنا خليتها على درجة يعني درجة سرعة يعني هادية يعتبر إلى متوسطة، وخليتها شوي لين يذوب. الحين راح أبدأ أزيد كوب زيت نباتي، يعني دوار شمس، زيت ذرة اللي تقدرون اللي مستخدم عندكم استخدموه، قصدي متوفر عندكم استخدموه. المهم يا دوبك راح أخلطها شوي وبعدها راح أضيف كوب حليب سايل، كامل الدسم قليل الدسم المتوفر عندكم استخدموه. بصراحة جربت اثنين كلهم ممتازين في هذا الوصف. يا دوبك أخلطها شوي وراح أبدأ في إضافة باقي المكونات. ما بقى إلا عندي مكونين، اللي هو ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وعندنا كوبين من الدقيق. يفضل يا يكون متعدد الاستخدامات أو دقيق مخصص للكيك، هذا أفضل شي ممكن نستخدمه في هذه الوصفة. ونخلطهم إلين بس تروح عندنا الكلاكيع أو تنتهي عندنا هذه اللي تجيكم الحبيبات. المهم راح أقول لكم دقيق الكيك مرة مهم نستخدمه في الكيك والبيتي فور والأشياء هذي، فمرة مهم يكون عندنا في المطبخ. الحين بعد ما انتهت عندي الكلاكيع راح أوريكم الصينية دهنتها بأي خليط يعني عندكم. أنا عندي خليط زيت ودقيق دهنت فيه الصينية، أو أي بخاخ سبراي، دهنة زبدة خفيفة. المهم عندنا نبيها تطلع بسهولة أول ما نفكها من القالب. طيب راح نعبي القالب 3/4 لأن هي ما راح تنتفخ معانا مرة بشكل كبير. راح أسخن الفرن على درجة حرارة 160، مسبق تسخين، شغال المروحة من فوق ومن تحت إلين تاخذ التحميرة معانا بشكل مرة ممتاز. للتشريبة عندي نص كوب من الحليب مكثف ومحلى راح أضيفه، وكمان راح أضيف عندي الحليب، تقريبا نص كوب حليب، تقريبا كوب حليب، لأنه ما شاء الله الكمية عندي أحس إنها فيها صغيرة وفيها كبيرة فراح أستخدم كوب حليب. طيب عندي ربع ملعقة، قصدي ربع كوب، لأنه أنا ما عندي حليب جوز الهند. لو عندكم حليب جوز الهند استخدموا ربع كوب. أنا استخدمت حبيبات جوز الهند، وكان في بالي إني أنخلها بس ما نخلتها. المهم الحين راح أخلي تشريب على جنب، وراح أبدأ أسوي الصوص اللي على الوجه أو التشريب اللي على الوجه أو اللي تسمونه. المهم عندي نص كوب من الحليب ومحلى مكثف، وعندي كمان كوب أو كوبين راح أكتب لكم المقادير بالضبط من الكريمة اللي تكون ثقيلة. أنا أستخدم كريمة تكون نسبة الدسم فيها عالية، وعندي كوب من جوز الهند. هذه الوصفة يعني يفضل لو عندكم جوز الهند يكون طعمه يعني كيف أقول لكم جديد تاريخ الإنتاج حقه، لأنه راح يعطيكم نقلة نوعية في الطعم مرة يكون ألذ بكثير. فلما تجون تسوون هذه الوصفة بس تأكدوا من التاريخ إنه يكون مو مرة. المهم يا دوبك راح أخلطها بس عندي لنت فور، وعلى طول راح أشيل على جنب. الحين كل اللي راح أسويه، شفتوا كيف الحبات تبارك الرحمن شكلها مرة حلو ومضبوطة 100%. قسمتها من النص بهذا الشكل كل الحبات، وراح أبدأ أنزل. ليش قسمتها من النص؟ عشان تتشرب معايا بشكل كبير. طيب
راح أحط على النص اللي قسمته تحت اللي هو خليط التشريبة. لا تخافون راح يتشرب بالكامل. ما أدري ليه وأنا قاعدة أسويها تذكرت كيكة الحليب، يعني مليانة كذا نكهات والصوص منها وفيها، يعني شي مرة لذيذ. المهم أضفت الجزء اللي فوق، وبعدها أضفت شوي من التشريبة بحيث إنها تكون عندي يعني كيف أقول لكم متشربة بشكل ممتاز. الحين خلاص بعد ما ريحتها شوي راح أبدأ أضيف خليط التغطية اللي سويناها بحبيبات جوز الهند بهذا الشكل. طيب لو انتم ما انتم مستعجلين تبونها على بكرة وتبون تخلونها ليلة ترتاح، ممكن تخلونها في الثلاجة عادي كذا ساعة حتى اليوم كامل، أو لو مستعجلين زيي تحطونها في الفريزر لمدة ساعتين وبعدها تستمتعون فيها باردة. مرة ممتازة جدا، يعني الفريزر يختصر علينا الوقت مرة طويل. المهم راح أحط على الوجه شوية جوز الهند. قلت لكم هذه الوصفة عبارة عن محبين جوز الهند راح يموتون فيها. المهم رشة خفيفة من جوز الهند وبس، بهذا الشكل غرقانة صوصات، غرقانة نكهات، الطعم مرة لذيذ، وصدقوني يعني من أمتع الأشياء اللي ممكن تجربونها. وبس منشنوا هالفيديو لحبايبكم، أشوفكم في فيديو قادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.